هاي، عاملين ايه؟ النهارده انا هعمل كشك. اول حاجه كان معايا شويه رز صغيرين، حوالي معلقتين رز بالظبط. غسلتهم ونقعتهم شويه، وبعد كده صفيتهم، وبشرت بصلايه متوسطه، وخدت نصها حمرته حلو قوي عشان ده هيتحط فوق الكشك، والنص التاني اخدته مع الرز وايه وشوحته زي ما انتوا شايفين كده. بس مش مفروض ان البصل يعني يحمر او كده، لا، هو احنا بنحط البصل والرز في نفس الوقت، بنشوحهم تشويحة بسيطة قوي. بعد كده هحط بقى عليهم الشوربة زي ما انتوا شايفين. بقى حطيت شوربة الفراخ يعني هو انا يا دوب بس غطيت الرز والبصل زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الشوربة فيها الملح وفيها كل حاجة، فيها البهارات بتاعتي. بس ههدي عليها بقى لحد ما الرز يستوي، وبعد كده هجيلكوا عشان نشوف هنعمل ايه تاني. بصوا بقى، بعد ما الرز استوى آه، حطيت كوباية لبن كبيرة مع معلقة نشا ودوبتهم حلو قوي مع بعض في الأول، وبعد كده نزلت على الشوربة والرز باللبن، خليط اللبن والنشا. بعد كده بقلبهم بقى لحد ما لحد ما يتقلوا معايا. بس وبعد كده لو بقى لقيت ان هي محتاجة لبن تاني هحط، اوكي. ولو لقيت ان هي محتاجة ملح او ماجي هحط. بس انا عشان حاطة شوربة انا مش حابة احط ماجي، بس فهشوف كده. ممكن احط لها ملح، بس الماجي انا حابة ان انا اقلل الماجي، يعني مش حابة استخدمه كتير طالما عندي شوربة. بس بنقلب بقى حلو قوي لحد ما تربط. بصوا بقى، وكده خلاص خلص زي ما انتوا شايفين كده بيغلي معايا. خلاص انا مش عايزاه يتقل اكتر من كده، هقفل عليه بس، وهغرفه بقى في الاطباق واجي بقى ادوق معاكم. بصوا بقى زي ما انتوا شايفين كده، ده الطبق بتاعي. حطيت عليه بقى البصل المبشور بعد ما حمرته. دوق بقى معاكم، بسم الله. هي تحفة بس محتاجة ملح زي ما انا توقعت، فانا هزود لها ملح بس. عموما تحفة، وجربوها.